السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة عالم شيماء كويزين شيماء. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم ولا نقدم لكم طريقة تحضير الدجاج محمر مثل طريقة الاعراس والمناسبات مع كل تقنيات الطباخات لتحضير الدجاج محمر بريستيج مع اضافات جديدة للتقديم واسرار نجاح التغميرة. كيفاش تجيكم التغميرة مدغمرة؟ كنتمنى الفيديو ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، واذا عجبكم متبخليش عليا بلي لايك وتقاسموا الوصفة مع الاصدقاء باش تعم الفائدة. وإلا كانت أول مرة مشاهدة في القناة ما تنسيش تشاركي وتضغطي على زر الاشتراك للجرس باش كتوصلوا بجديد قناة عالم شيماء. من الأحسن تكملوا الفيديو أخواتي للآخر، من خلال الفيديو كنعطيكم نصائح اللي كتكون هي السبب في نجاح الوصفات. كنتمنى لكم تستفدوا من هذا الفيديو. شكرا، نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بسم الله. اول حاجه غادي نحضروا الشرموله ديالنا اللي غنشرملو فيها الدجاج ديالنا. هنا عندي معلقه كبيره د الزبده عملت في الكميله. غادي نضيف 3 المعالق كبار د المعدنوس ووحده د القزبر. هنا عندي 6 ديال الدروس د الثومه محكوكين. هنا غادي نضيف اللب ديال الحامضه حيت العظيمات طبعا وقطعتها. غادي نضيف معلقه كبيره د الهريسه، تقدروا تستغناو على الهريسه. غادي نضيف نصف كاس من عصير د الحامض، نصف كاس ديال العنبه د العصير د الحامض. غادي نضيف لاموطه، صراحه كتعطي واحد المذاق رائع للشرموله ديال الدجاج. هنا غنستعمل انا 4 المعالق كبار ديال لاموطه. وغادي نضيفو زعفران شعره. بالنسبه للزعفران شعره انا غنستعمل فقط مكعب، تقدروا تستعملوا خويطات يعني تسخنوهم شويه وتحكوهم، هذه حتى هي كتعطي البنه. وكيجيو في هذا الشكل هذا، على هذا الشكل هذا كيجيو مكعبات صغيورين في هذا الحجم هذا. وإلا ما متوفرش عندكم تقدروا تستغنوا عليها، يعني فقط هي كتعطي واحد المذاق الصراحه مزيون الدجاج ديالنا. هنا غنضيف واحد معلقه كبيره ديال السمن من احسن يكون السمن الحار، الا ما متوفرش عندكم فقط استعملوا السمن العادي. هنا غادي نعمل معلقه كبيره ديال الكركم اولا الخرقوم. غادي نضيف معلقه كبيره ديال السكينجبير، صراحه الدجاج كيبغي سكينجبير بزاف. غادي نضيف معلقه صغيره من التحميره، فقط معلقه صغيره. وغادي نضيف الابزار معلقه صغيره ما عمرش الابزار. وغادي نضيف القزبر يابس وقعقله وبسيبيسه، عندي هنايا مخلطين طحنتهم مع بعضياتهم، تقدروا تستغناو عليهم. قعقله وبسيبيسه والقزبر اللي كيكون يابس. اذا متوفرش عندكم بلاش، يعني نعملوا فقط التوابل العاديه. هنا ضفت تقريبا كاس ديال الماء. وغادي نخلط هاد الشرموله جيدا بهذا الشكل هذا. هاد الشرموله الصراحه كتجي بنينه بزاف بزاف للدجاج. ومن احسن حاجه تشرملوا الدجاج ديالكم بالليل وطيبوهم للغدا، ولا كنتو غتعملوهم للعشاء تشرملوهم في الصباح تخليهم باش يرقدوا على خاطر ديالهم. هنا غنضيف تقريبا نصف كاس من الزيت العاديه النباتيه طبعا. وغادي نخلط الكل حتى كينسجموا لي جميع التوابل. هنا ضفت القليل من الملح فقط، يعني قليل حيت الليمون مصير وعندنا السمن، يعني من الاحسن ما تعملوش الملح. انا صراحه عملت القليل ولكن جاني هو هذاك المذاق. يعني حاولوا انكم تفادوا الملح حيت الليمون مصير وكيف ما كتعرفوا السمن. هنا الدجاج من بعد ما كنغسلو جيدا، كنغسلو كنقيه بالدقيق والحامض وسكينجبير والليمون اولا الخل. كنقيه وكنخليه يستقطر جيدا وكنرقدو في هاد الشرموله، وكنخليه طبعا يبات اولا كنخليه تقريبا على الاقل واحد 3 ساعات باش كيتشرم لكم باش كيجي لذيذ. هنا غادي نزول واحد تقريبا هاد زليفه صغيره، واحد نص كاس ديال الشرموله باش غادي نستعملو في الحشوه اللي غنعمر بها الدجاج ديالي. هنا غادي نشرمل هاد الدجاج جيدا. ضروري انكم تغسلوه مزيان وتستقطروه، الصراحه الدجاج ضروري خصو الحامض وسكينجبير والطحين باش كيتنقى مزيان. كيف ما كتلاحظوا تحيدوا له اي حاجه فيه. وغادي نشاملو جيدا بهذه الطريقه هذه. نحاول ندخل داك الشرموله لداخل الصدر ديالو. نحاولوا دائما الشرموله نحاولوا ندخلوها ما بين الفخيدات وما بين الصدر باش كيتشرب الشرموله جيدا. كيف ما قلت لكم احسن حاجه بالنسبه للدجاج تركوه الوقت يعني اطول باش كيتشرب داك الشرموله وكيجي بنين. ودائما بعد ما كتشرملوه كتحاولوا تعملوا شي ثقوب بالاعود العويدان هادو ديال الشوا باش كتدخلوا الشرموله بهذه الطريقه هذه.
وما كاين ما احسن من اليدين باش كنشرب له الحاجه على الخاطر ديالنا. الصراحه ما كيعجبنيش نخدم بالوانتيس، احسن حاجه اليدين باش كنستعملوها احسن الصراحه. بالنسبه للكبده باش ما كتبقاش فيها داك النسمه، كنعمل فواحد الكاسرون كاس ديال الماء وبصله، كنخليها هكاك يعني كنقطعها غير على جوج نصف بصله، الا كانت كبيبره عملوها فقط غير النصف ديالها، والقليل من الهريسه، وكنعمل القليل من داك الشرموله اللي شرمت بها الدجاج غير شويه، وبودره ديال الثوم، وكنخليها صراحه كتسلق، وفي نفس الوقت ما كتبقاش فيها ديك النسمه. هنا بالنسبه للشامبينيون باش غنعمر الحشوه، غادي نعملوا القليل من الزيت والقليل من الملح، وغادي نشحروا جيدا حتى كيتشحر لنا الشامبينيون. انا فقط استعملت هذا الشامبينيون اللي كيجي معلب، تقدروا تستعملوا الطبيعي من الافضل، هذا فقط المعلب. وغادي نشحر الكل حتى كيتشحر لي جيدا، وغادي نضيف له القليل من البودره ديال الثوم، وكنشحر الكل بهذه الطريقه هذه فقط واحد 5 دقائق وكنطفيو عليه. بالنسبه للشعريه الصينيه او لا فيرميسيل، هنايا فواحد الاناء غادي نخوي عليها الماء اللي كيكون مغلي طايب، وكنتركها تقريبا واحد 5 دقائق، ومن بعد غادي نرجع لها باش نصفيها ونقطعوها. بالنسبه نحضروا الشرموله ديالنا او عفوا الحشوه اللي غنعمروا بها الدجاج، هنا في واحد الاناء غادي نضيف داك الشامبينيون بعد ما شحرناه. من احسن كيف ما قلت لكم تستعملوا الطبيعي. غادي نضيف تقريبا 4 المعالق كبار د الزيتون مقطعها على هذا الشكل. غنضيفوا داك الكبيده بعد ما صفيناها من الماء وطبعا سلقناها. غادي نضيف 4 المعالق كبار د المعدنوس، معلقه كبيره د الهريسه اللي كتكون ديما الهريسه اختياريه، وغادي نضيفوا داك زليفه صغيره اللي كنا تركنا خلينا من الحشوه ديال الدجاج ديالنا، والقليل من البودره ديال الثوم. ضروري دائما خليو القليل واحد الكويس ولا شي حاجه من الشرموله ديال الدجاج باش كتعملوها في الحشوه. وضفت واحد الكاس ديال الزيت باش غادي نخلط الحشوه ديالي بهذا الشكل هذا. بالنسبه للكاس، الكاس داك الصغيور يعني ماشي الكاس كبير، كيكون مخلط ما بين زيت العود والزيت العاديه، كنخلطو دائما كنطيب فيه الحشوه على هذا الشكل. وغادي نخلطو الكل بهذا الشكل هذا حتى كنحصلوا على حشوه. وغادي نضيفوا لها لا فيرميسيل الشعريه الصينيه بعد ما كنكونوا طبعا صفيناها من الماء ديالها وقطعناها بالمقص، وغادي نضيفوها على هذا الشكل. تقدر تبقى لكم الحشوه، تقدروا تعمروا بها مثلا غير افكار، تقدروا تعمروا بها لي سيغار او لا بريوات وتقدموهم كتزيين للطبق ديالكم. هنا من بعد ما الدجاج انا خليته ليله في الثلاجه، هنا غادي نقوم بتعميره بالحشوه اللي حضرنا مع بعضياتنا. تقدروا تعمروا بلاصه الشعريه الصينيه بالنسبه للاخوات اللي كتجيهم الشعريه الصينيه شويه ثقيله، تعملوا الرز، يعني حتى الرز صراحه مزيون، ولا تخليوه غير هكاك بالكبده والشامبينيون بلا ما تعملوا لا فيرميسيل. وتقدروا تستعملوا كيف ما قلت لكم الرز او للحشوه تضيفوا لها الفرomاج محكوك وتعمروا الدجاجه ديالكم. هنا غادي نقوموا بالتعمير ديالو. دائما الحشوه حاولوا انكم ما تعمروهاش بزاف باش ما كترتق لكم شي دجاجه والجلده ديالها كترتق في الفران او لا في الكاميله. انا هاد الدجاج غنطيبو في الكوكوط عفوا في الطنجره في الكاميله، ومن بعد عاد غندخلوه للفران. بعض المرات غير كنبخرو وفي بعض المرات غير كندخلوه مباشره للفران على حسب كيف ما بغيتو تعملوا له. وغنجمعوه بهذا الشكل. الان بعد ما كنتهي وكنجمعوا لهم الرجيلات ديالهم على هذا الشكل هذا، وكنجمعوهم حتى الحشوه بلي كوردون او عويده السنان. تقدروا تخيطوهم بالخيط ديال الطياب، لكم الاختيار. غادي نوضعهم نرجعهم في الطنجره او الكاميله، وغادي نخليهم الصدر ديالهم غيجي يعني هو اللي في الاسفل ديال الكاميله. ديما خليو الصدر ديالهم هو اللي من اسفل، حيت الصدر هو اللي كياخذ شويه ديال الطياب. وغادي نغطي عليهم نتركهم غير قليل ما نشوف كسكسو. غادي نقدم معاهم كسكسو ديال التفايه ولا ديال السفه. غادي بخرته طبعا عادي بحال الكسكسو العادي، فقط كتزيين باش غنزين الطبق ديالي. الان غندوزو نطيبو الدجاج ديالنا في واحد الكاميله. كيف ما كتلاحظوا انا واضعه الدجاج ديالي. غادي نضيف بصله كبيره حمراء. الصراحه البصله الحمراء كتعطي واحد المذاق رائع للدجاج، ولكن من احسن نضيفوها في هذه المرحله الاولى، ما تضيفوهاش في المرحله الثانيه باش كنعاودو نزيدو البصله.
حيت البصله شويش الحمراء كتشبر في الطياب وما كطيبش دغيا. من احسن نعملوها هنايا كطبقه، يعني في المرحله الاولى غادي نعمل انا بصله حمراء، وتقدروا تستغناو عليها الا متوفره عندكم، تقدروا تستعملوها، ومتوفره استعملوا فقط البصله البيضاء. غير هي الصراحه كيف ما كتعرفوا البصله الحمراء كتعطي واحد المذاق رائع للدغميره ديال الدجاج. هنا غادي نضيف بصله كيف ما قلت لكم حمراء مشليضه، وغادي نضيف واحد الماء طبعا الكافي. ولكن هنايا قبل ما نضيف الماء غادي نحاول نعمل ثقوب بهاد العويدات ديال الشوا، باش الجليده ديال الدجاج ديالنا ما كترتقش من بعد ما كنطيبوها. حيت دائما ملي كنساو الجلده ما كنعملولهاش هاد الثقوب كترتق وكتضيع لنا المنظر ديال الدجاج ديالنا. انا بيدي بعض المرات كننساه طبعا، وكترتق الجلده. يعني من الاحسن دائما يكون كيطيب يعني دائما حضيوه وبقاو تعملوا له ثقوب هكا باش ما كترتقش الجلده. هنا غادي نعمل الماء الكافي، تقريبا غادي نعمل نصف ديال الطنجره، وغنزيد عليها شويش بهذا الشكل هذا. نحاول انني ما نعملش الماء بزاف. وطبعا انا عندي هذه الطنجره اللي ماشي كبيره وماشي صغيره، يعني كتهز لي فقط 3 ديال الدجاجات بهذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا معايا. هذا هو الماء، يعني دائما ما تطلعوش الماء بزاف، يعني ما يوصلش حتى الفوق ديال الدجاجات، فقط يوصل النصف ديال الدجاجه. فقط عملوا نتوما الماء في النصف ديال الطنجره ديالكم، حيت الدجاج دغيا كيطيب والبصله كتلق الماء. والان صافي غادي نغطي عليه وغادي نخليه يطيب. من بعد غادي نبقى شويه شويه وانا كنعمل فيه ثقوب بهذيك العويدات ديال الشوا باش ما كتطرطقليش كيف ما قلت لكم الجلده ديالو. هذا هو السر باش ما كتطرطقلناش الجلده ديال الدجاج ديالنا. ما كيطيب الدجاج غادي نحاولوا نزولوه بهذا الشكل هذا. بالنسبه للاخوات المبتدئات اللي ما كيقدروش يزولوا الدجاج بهذه الطريقه بتفصيل، طريقه سهله بغيت نشاركها معكم، واخا تكون طيبه الدجاجه اكثر من القياس ديالها، يعني كتقدروا تزولوها بواحد السهوله. هنا غنضيف تقريبا 4 ديال البصلات اللي مشلضين عاديه البصله البيضه طبعا، وغنضيف كاس ديال الزيت النباتيه العاديه. بالنسبه للزيت دائما ما كنضيفهاش في الاول، حتى كنضيف البصله الكميه الثانيه ديال البصله عاد كنضيف الزيت، كنضيفها فقط في الشرموله اما في المرق ما ضفتش كيف ما شفتوا معايا قبيله الزيت. وغادي نخلط الكل، غادي نبقى مع التحريك المستمر حتى كتشرب لي الشرموله. غادي ندهنوا الدجاج ديالنا ندخلوهم الفران. هنا في هذه الزليفه عندي معلقه كبيره ديال الزبده، نصف معلقه السمن، ومعلقه صغيره د الهريسه، وعندي لا موطارد معلقه كبيره د لا موطارد. بالنسبه للاخوات اللي عندهم الاطفال ولا ما كيعجبهمش الحار يعملوا معلقه صغيره ديال التحميره اولا البابريكا تعوضوا الهريسه. نحاولوا ندهنوا الدجاج ديالنا جيدا، وكيف ما قلت لكم عوضوا الهريسه بالتحميره اولا البابريكا. بالنسبه كيف ما كنعرفوا وليدات الصغار ما نقدروش يعملوا الهريسه باش ياكلوه حتى هما الدجاج. وبالنسبه للجلده كيف ما قلت لكم دائما تحاولوا انكم تعملوا ثقوب في الدجاج ديالكم ملي يكون كيطيب، حيت كيف ما كتلاحظوا انا ما طرطقوليش الدجاج ديالي، ولكن وحده بحال اللي بغات تطرطق، يعني دائما حضيو معاهم. هنا غندخلهم للفرن كيتحمروا، الفرن يكون ساخن من قبل طبعا، ندخلوهم يتحمروا. هنا بالنسبه للسكسو غادي عملت كيف ما قلت لكم سكسو للرقيق ديال التبخار. عملت له هنايا معلقه الزبده. من بعد ما كيتبخر لي في الاول كنعمل له الزيت، وفي التبخيره الثانيه والثالثه كنعمل له الماء والملحه طبعا. يعني كنت ديجا شاركت معكم الطريقه ديال التبخار ديالو، داكشي علاش ما بغيتش نعاود نعمل لكم فيديو اخر ان شاء الله، نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. هنا غادي نجمعوه ب5 المعالق كبار د الحليب المحلى. تقدروا تضيفوا سكر فانيليا الصراحه كتعطي واحد المذاق رائع. ودائما تشوفوا صندوق. بالنسبه للمرق كنضيفوا له في هذا الاثناء الكبده اللي كنقسموها الى نصفين، النصف اللي عمرنا به في الحشوه والنصف هذا اللي غنضيفوه. كنبقاو نحركو مره في الاول العافيه كتكون مجهده، من بعد ما كتشرب القليل كنقصوا العافيه وكنضيفوا في هذا الاثناء الكبده على هذا الشكل هذا، وكنضيفوا حتى ملعقه كبيره د العسل. تقدروا تعوضوا العسل معلقه كبيره السكر. بالنسبه كاينين اللي كيبغيو التغميره محمضه تضيفوا الحامض اولا العصير د الحامض اولا الحامض مسير، لكم الاختيار. بالنسبه يعني كتبقى على حسب الذوق ديالكم، كتذوقوا مره الا خاصكم تزيدوا الملح زيدوه. بعض الطباخات كيضيفوا نصف كاس من الزيت في الاخر، كيبقى هذاك على حسب الرغبه ديالكم، عينكم ميزانكم.
الان قمت بتحضير التفايه. بالنسبه للمقادير ديال التفايه كنت ديجا شاركت معكم في واحد الفيديو، غادي نترك لكم فيديو في اسفل الفيديو. بالنسبه للمقادير احتاجيت 5 ديال البصلات شرائح طويله، عملتهم في واحد الطنجره، عملت لهم قليل من الملح، الابزار، سكينجبير، الكركم اولا الخرقوم، بودره ديال الثوم، واحد الربيطه ما بين القزبر والمعدنوس، والقليل من الزيت والقليل من الماء حتى كيطيب، وكنضيفوا له الزبيب. بالنسبه للصفه تقدروا تقدموها اخواتي في اي مول اولا مول السيليكون اولا الكيك عندكم متوفر باش كتجي التقديم ديالها راقي. بسطتها في هذا المول ديال الكيك باش نشارك معكم النتيجه كيفاش كتجي. بسطوها جيدا باليدين ديالكم وتركوها القليل باش تشبر لكم لا فورم ديال المول، وكتجي صراحه الشكل ديالها راقي. بالنسبه للتزيين لكم الاختيار، انا غادي نزين بالتمر معمر باللوز، وغادي نزين بالبيض ديال السمان اللي سلقته وعملت له هنايا الخشخاش على هذا الشكل، رشيت عليه. تقدروا تزينوا باي اي فاكهه عندكم، تقدروا تزينوا بالاناناس، المشماش، البرقوق، اي حاجه متوفره عندكم. انا هادشي اللي كان متوفر عندي زينت به. بالنسبه للتمر تقدروا تعمروه بالكركاع اذا متوفر عندكم اولا باللوز بودره، يعني تعملوا له الوان وتعمروه. هنا بالنسبه للتزيين غنزين بهاد القريعات اللي قسمتهم خويتهم القلب ديالهم على هذا الشكل هذا وبخرتهم فقط واحد 10 دقائق، وغادي نعمرهم بهاد التفايه ديال الزبيب والبصله اللي ديجا شاركتها معكم على هذا الشكل هذا. صراحه هاد التقديم كيجي راقي، وحتى بالنسبه للمذاق التفايه كتجي صراحه كتقديم رائع مع الكسكس بريستيج ديال التفايه. وغادي نعمر هاد البصلات على هاد الشكل هذا. حاولت انني نشارك معكم جميع المراحل ديال التزيين باش تستافدوا طبعا. بالنسبه للقرعه كنت غادي نعمل القرعه اللي كتجي على شكل دائري الحجم الصغير، ولكن ما كانتش متوفره عندي في المنزل ديالي، لذلك فقط يعني عملت هذه القرعه هذه. هنايا المول اللي غنقدم فيه كيف ما كتلاحظوا فرشته بالخص، وعملت داك الطبق كيف ما كتلاحظوا اللي غنحط فوقه الصفه. هنا غادي نعمل 3 ديال الدجاج ديالي على هذا الشكل هذا. يعني التزيين يعني فقط انا ما كنتش عامله كيفاش غنزين فقط حتى التزيين وكيبان لي كيفاش غادي نعمل، يعني فقط انا كنزين دابا كنزين معكم مباشره كنصور لكم كيفاش. وهنا غادي نعمل لوز ايفيلي محمر شويش بالفران فوق الدجاجه فقط في النصف ديالها. غادي نعمل هاد القريعات اللي معمرين بالدفايه على هاد الشكل هذا كتقديم مع الطبق، كيعطيو واحد المنظر صراحه راقي، وفي نفس الوقت يعني كيجي صراحه المذاق ديالهم مزيون. وداك الطبق اللي بقى لنا خاوي غادي نعملو فيه الصفه طبعا من بعد، غنزلو فيه الصفه اللي دغسينا مع بعضياتنا. غادي نبقى هكا كنزين بهذا الشكل هذا. غادي نعمر هاد الكؤوس هادو بالمرق، وهكذا كيكون الطبق ديالنا. كنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. صراحه الطبق ديالنا كيجي بنين بزاف وراقي في التقديم. كيف ما كتلاحظوا معايا الدجاج عملتهم على هذا الشكل هذا، حاولت نزينهم بالبيض السمان في هاد الاعواد على هذا الشكل هذا. بالنسبه للصفه كيف ما كتلاحظوا كتجي الصراحه بريستيج مزيونه بزاف. حاولت نعمل فيها من الفوق العسل حيت هي الصراحه حلوه. هنا حاولت نقدم التغميره والزبيب والبصله او التفايه. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجاب ديالكم، واي اخت تشارك معنا طريقتها في تحضير الدجاج محمر، حنا كنا كنستافدوا مع بعضياتنا في هذه القناه. كنتمنى اذا عجبكم الطبق توصلوه معايا لاكبر عدد لي لايك وتقسموه مع الاحباب والاصدقاء ديالكم. ما تنسوش تخلوا لي التعاليق ديالكم. شكرا، احبكم في الله جميعا. نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات جديده. السلام عليكم.